خصوصا اللاعب الصغير لازم يثبت نفسه عشان يقدر على الأقل، إذا ما يثبت نفسه في التشكيلة على الأقل يكون بين أنظار المدرب بالنسبة يكون لاعب احتياط أو لاعب باك اب. لكن في بعض اللعيبة نعم، يعني نحن اليوم شفنا مثلا ولد مثل وليد حسين قدم مستوى جيد في الشوط الأولاني وطلع بالنسبة للمجهود. في مثلا لاعب مثل أعتقد جمعة صنقور بعد قدم مستوى جيد في الوسط. ففي أكثر من لاعب في النادي الأهلي كانوا هذا. النادي الهلال بالعكس، نادي الهلال أنا أعتبره بالنسبة لهم يمكن ما أدري، لكن أنا أعتقد أنهم هم كانوا فعلا يمكن يكونون راضين من المباراة بغض النظر عن النتيجة، لأنهم هم على الأقل قدروا يكتشفون، خصوصا أن الفريق يغيب عنه 10 لاعبين، 10 لاعبين مو شيء بسيط. نعم. فقدروا يكتشفون يعني فقدروا يكتشفون لعيبة يكونون بالنسبة لهم سند، لأن خصوصا أنهم يشاركون في أكثر من بطولة، يعني 4 بطولات بالإضافة إلى البطولة الآسيوية اللي تبدأ في شهر 3. فأعتقد أنه يحتاج لأكثر من على الأقل يحتاج ل 20 لاعب أو 18 لاعب يكونون جاهزين على مستوى عالي. لكن المباراة جيدة، أعتقد الحضور استمتع، والدليل على هذا أن الجمهور رغم الرطوبة العالية كان قاعد لين آخر دقيقة. نعم. فهذه كلها تحسب يعني أن مباراة حلوة. يعني خلينا نتحدث عن ظهور ونتحدث أيضا عن اللاعبين الأجانب. خلينا نتكلم عن إيمانا ويمكن يونغ. بالفعل اليوم في يعني في حضور جيد للاعبين من خلال اول ظهور لهم، ما يعني بصرف النظر عن مجموعه الشباب. وفعلا يعني ايمانا ويونغ من اللاعبين الممتازين جدا، يعني حتى يعني واحد بواحد كان ممكن يطوفون، كان ممكن يسجلون اكثر من هدف. نعم. مستواهم الفني مرتفع جدا وعالي، وبالرغم انهم يلعبون مثل ما قلت يلعبون مع لعيبه صغار يمكن غير متفاهمين معهم، لكن بالرغم من هذا حصلوا اكثر من فرصه، خاصه يونغ كان ممكن ان يسجل فيها اهداف. يعني كمركز نقول من يعني كراس حربه، كراس حربه. يعني عند الهلال باللاعب الكوري هذا او ايمانا عندهم حلول، يعني عندهم حلول فرديه كلاعبين، عندهم حلول فرديه لما يكتمل الفريق. فبالتالي هم قدموا اليوم بالرغم من انهم يلعبون مع لاعبين صغار، لكنهم وقدموا مباراه جيده جدا. يعني نقول من اللاعبين اللي ممكن يشيل الفريق. ممكن عندهم الفريق عنده حلول الان، يعني هذا ممكن يغيروا النتيجه في اي لحظه، خاصه اللاعب الكوري. بالاضافه